هتعمليه مرة ولادك مش هيبطلوا يطلبوه منك مليون مرة، وانا متأكدة من ده. ابني فضل يزن عليا: يا ماما اعملي لنا البسكوت، بقالك كتير ما عملتهوليش. قمت على طول، طبعا ما اقدرش ارفض له طلب، رحت عامله له البسكوت. جبت 2 بيضة، وهاخد كوباية زيت، دي كوباية صغيرة مش كبيرة، وكمان كنت طحنة سكر، وخدت 2 كيس فانيليا. بصي واحدة واحدة كده مع بعض، هقولك انا عملت ايه خطوة خطوة. انا كده اول حاجة عملتها، اخدت ال2 بيضة وهحط عليهم الفانيليا. البضاية الواحدة هتاخد مني كيس فانيليا، وحطيت معاها اللي هي كوباية زيت صغيرة. بعد كده فضلت اقلب فيهم لغايه ما اللون بدأ ان هو يغير معايا شويه، وبدأت ان انا احط السكر البودرة. لو انت عندك عجان استخدميه، لو انت عندك اللي هو الكيتشن ماشين ممكن تعمليه فيه. انا بصراحه كنت واقفه ومعايا ابني وكنا عمالين نتسلى وبنعمله، كنا بنعمله كمان ساعه الفجر، خلى ريحه البيت كأنك عامله مخبوزات. وكمان هم كانوا فرحانين بيه جدا. يعني انت ممكن تاخدي ولادك كده وتدخلوا المطبخ هتعملوه مش هياخد منكم 10 دقايق. طبعًا ده غير بقى باقول لِك بيخلّي ريحة الشقة كده تحسّي يعني جو شتوي بجد. يبقى إحنا عملنا إيه، تاني حطيت 2 بيضاية، وحطيت كوباية الزيت الصغيرة، وحطيت 2 كيس فانيليا، وبدأت اللي أنا أقلّبهم مع بعض. دي كده المكونات السايلة. بعد كده جِبت 3 كوبايات دقيق، وخدت عليه معلقة من البيكنج باودر كبيرة، وخدت اللي هي رشة الملح اللي إحنا بنحطها. طبعًا أدام بنعمل مخبوزات لازم نحط رشة ملح على الدقيق بتاعنا. وطبعًا أنا نخلت الدقيق قبل ما أحطه، يعني ما حطيتوش على طول لأ، نخلت الدقيق الأول. بدأت بقى إيه أحطه تدريجي شوية بشوية. طبعًا أنا باتخنق طبعًا من الحاجات اللي هي اللي أنا أقعد أقلب الدقيق بالمضرب ده لأ، استخدمت إيديّا على طول. 3 كوبايات دقيق، لو احتجتِ دقيق تاني حطي، لإن نوع الدقيق بيفرق النوع عن التاني، يعني على حسب النوع اللي أنتِ جايباه. هتبدئي بقى إن أنتِ بُصّي تبدئي اللي أنتِ تلمّي العجينة بقى كلّها، هتلِم معاكِ ما تقلقيش، هتحسّي اللي هي ملزقة معاكِ، تبدئي إن أنتِ تلمّيها، ولو عوزتِ إن أنتِ تزوّدي دقيق زوّدي. لو ما لمِّتش معاكِ على طول، شايفة حبّة زيت كده على إيدِك صغيّرين، وابدئي إن أنتِ لمّي العجينة، زي ما أنتِ شايفة كده هي مش هتلِم معاكِ بسهولة، ما فيش مشكلة، هتجيبي شوية زيت صغيّرين، وتبدئي بقى إن أنتِ تلمّي العجينة بتاعتِك. وزي ما قُلت لِك لو أنتِ احتاجت منِّك دقيق حُطّي. أنا حطيت شوية زيت، وبدأت اللي أنا ألِم العجينة بتاعتي وسِبتها حوالي 5 دقايق. بعد كده بقى بدأت اللي أنا أشكِّل فيها. بُصّوا شكل العجينة عامل إزاي. حاجة بقى تانية، أنا عملت يعني نوعين، يعني بالشوكولاتة اللي هو بالكاكاو الخام، واللي هي البيضا. هتاخدي الكاكاو الخام وتحطيه على العجينة اللي أنتِ عملتيها اللي هي البيضة دي، وتبدئي تقلّبيه كويس. بس أهم حاجة تقلّبيه كويس، لإن أنا ما قلّبتوش هنا، يعني ما عجنتوش كويس، فما كانش مضبوط معايا أوي. فأنتِ اعجنيها كويس، وبعد كده تبدئي إن أنتِ برضه تشكّليه. حلو جدًا، جدًا، جدًا. أنا بقى هنا كنت عاملة لهم شوكولاتة اللي هي النوتيلا اللي أنا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، وكانت مش قادرة أقول لكم على الجمال، كانوا بيغرقوها في النوتيلا كده، وكانوا فرحانين بيها جدًا، أحسن من حاجات كتير أوي بنشتريها لهم من برّه. هتبدئي بقى إن أنتِ تكوريه كور صغيرة، عايزة بقى تحطيه في صاجات، عندِك صواني زي ما أنتِ عايزة، وتبدئي ترصيه وتسيبي مسافة صغيرة خالص ما بينه وما بين اللي جنبه يعني، عشان هيفرد معاكِ شوية. وهتجيبي بقى شوكة وتبدئي إن أنتِ تنزلي كده على الكورة اللي أنتِ عملتيها. طبعًا هنا كان حاشر نفسه آدم وكان عمّال يساعدني، بس هُم فعلًا بيبقوا فرحانين بالحاجات دي جدًا يعني. بُصّوا مسابقني بجد، وقعد جنبي وقال: "يا ماما أنا هاساعدِك." فهي بتفرق معاهم بجد. فأنتِ خدي ولادِك كده وادخلي المطبخ واعملوا أحلى بسكوت، والله طعمه هيبقى تحفة وهيعجبهم أوي. وهُم بيبقوا فرحانين بالحاجات طبعًا التافهة دي، فأنتِ هتبقى عاملاها لهم في البيت، وكمان ضامنة أنتِ عاملة لهم إيه. واعملي بقى معاها الشوكولاتة اللي هي النوتيلا اللي أنا قُلت لِك عليها. يا خرابي على الجمال! شُفتوا بقى الكمية دي كلها ما شاء الله ب3 كوبايات دقيق بس و2 بيضاية، وما كلفتنيش أي حاجة خالص. بس اللي هو بالكاكاو كان حلو جدًا، اللي هو بالشوكولاتة، بس أنا ما عجنتش كويس اللي هو الكاكاو، يعني أنا ما عجنتوش في العجينة كويس بصراحة، لإني أنا فعلًا كنت عايزة يعني أخلّصه بسرعة، لإن كوكي كانت عمّالة تعيّط وعايزة إن أنا أروح لها. بُصّوا بقى الجمال، طعمه تحفة، تحطيه بقى في كوباية الشاي، يا خرابي على الجمال! تفطروا بقى بيه الصبح، بالليل بقى في الجو اللي إحنا فيه ده،
مش قادرة أقول لكم على جماله وطعمه، مش هيبطّلوا فعلًا يطلبوه منِّك، أنتِ نَفْسِك هتعمليه لهم على طول أول بأول، بعد كده بقى تشيليه طبعًا من الصاج أو من الصينية بتاعتِك وتحطّيه بقى في علبة كده وتقدّميه لهم بقى مع شاي، مع الشوكولاتة زي ما قُلت لِك، بالطريقة اللي أنتِ عايزاها، مع كوباية اللبن، مش قادرة أقول لكم على الجمال. شايفين بقى دي النوتيلا اللي إحنا كُنّا عاملينها في الفيديو اللي فات، شوفوها واعمليها لهم مع البسكوت ولادكم بقى هم اللي هيدعوا لي مش أنتم. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو عشان الكل يشوفه ويستفاد.